وتاني استراتيجية بتقول صعبها عليك علشان تسهلها برضو عليك. واللي بنعمله هنا إننا بنصعب كل المؤثرات اللي بتشوش تفكيرك، زي إنك لو عايز تذاكر أو تشتغل اقفل موبايلك وحطه في مكان بعيد، وقرب الكتب أو أي حاجة عايز تنجزها منك، ولما عقلك يختار المهمة السهلة هيلاقي إنك صعبتها عليه، وبالتالي هيختار الحاجة اللي هيبذل فيها طاقة أقل ويركز. وآخر استراتيجية بتقولك ما لا يدرك كله لا يترك كله، والحيلة دي هتلجأ لها لو عندك ديدلاين ومزنوق في وقتها ما ينفعش تلزم مخك إنه يحفظ 20 ملزمة في وقت قصير. فادخل الامتحان بجزء بسيط الذاكرة سهل تخزنه، بدل ما تحاول تخزن كم كبير من المعلومات ولما تحاول تسترجعها تلاقيها اتبخرت. يعني ببساطة اوعى تخد عقلك بالكم ده لأنه مش ساحر، سهل جدا يبيعك في أكتر وقت انت محتاج له فيه. اوعى تيأس من نفسك، واعرف انك لو محققتش هدفك النهاردة هتبقى على الأقل عرفت ازاي تحققه بكرة. احنا بنتعلم من الفشل اللي ما